ده ضد الرصاص كله. تفتح ده الباب ده تفتحه، لو بتاخد حد تحبسه وهبطه هنا وتقفل عليه يا باشا، انسى. انت جربتها بنفسك. بص يا باشا، امسك الازاز. بص يا معلم، بص الازاز. ده ضد الرصاص كله. تفتح ده الباب ده تفتحه، لو بتاخد حد تحبسه وهبطه هنا وتقفل عليه يا باشا، انسى. شايف يا مدير؟ ده حديد فولاذ، وده طبقة لايرز ازاز. ستة طبقة. بص عاملة ازاي؟ بص افتح الباب بتاعها. نخانيخ تجمع النخانيخ اللي تبعه وشبهه وليهم مصلحة معاه، تجمع كده علشان تتفرج وتشوف اللي احنا كنا بنقوله من الاول خالص. القضية اللي كنا ماسكينها من الاول خالص، من اول ما اتكلموا على ابراهيم شيكا، ومروة طلعت واتكلمت وطلعت اوراق واسامي الاول مرة نسمعها، وبعد كده اكتشفنا ان دولت عصابة وماشيين في البلد كل دوت، وطلعونا ان احنا مجانين وظلمة كمان. القضية اتفتحت من اول وجديد، وفعلا البريء لازم ياخد حقه. طبعا زي ما احنا شايفين. علاقتها ايه بقى بنخنوخ؟ مين نخنوخ ده اساسا؟ ده بلطجي، ده البلطجي، هنقولها 100,000 مرة، ده البلطجي. انت مين علشان يبقى في عربية معاك مصفحة بالمنظر ده وليها كمان مكان للحبس؟ اتكلمنا في القضية دي يا جماعة 1000 مرة. 4 قنوات اتشالوا مني بسبب القضية ديت، بسبب وفاء عامر واللي كانت بتقوله، وكنا بنثبت ونقول يا جماعة خدوا بالكم ان في حاجة غريبة. ايه علاقة وفاء عامر بليلى الشبح وعمر المحبة والناس دي؟ انت عارفه كويس ان ابراهيم شيكا ما ماتش من سرطان المستقبل، مات عشان كان تجاره الاعضاء، وانت كنت وسيطه وسمساره اعضاء ومعروفه يا وفاء عامر. موضوع القايمه الكلام ده ما خدش على فكره 6 شهور قبل ما يتقبض عليه. القصه دي كده كلها ابتدى بعد كده تتصلح العلاقه عن طريق عمر المحبه مع اليكس، وابتدوا يرجعوا تاني. طب هم دلوقتي ادوا معلومات شفويه لمين؟ لمروه. طب خلاص يبقى مروه دي لازم ايه؟ تسكت. مروه ما رضيتش تسكت، ابتدت هتشتم في مين؟ في اليكس. راح عم دخلها في باخوه ان هو على خلاف مع اليكس، وانا هديكي بيانات واديكي معلومات واديكي مش عارف ايه، وطلع يقلبها عليهم وورطوها. وعلى فكره الورق اللي كان مع مروه دون كان ده اختام مزوره، كانوا عايزين يلبسوها قضيه تزوير كمان. واللي قبض على مروه مش الشرطه، اللي قبض على مروه رجاله مخلوق. تمام كده؟ ولموا الكاميرات ولموا كل حاجه قبل ما يروحوا اصلا. وبعد ما خدوها ومشوا رجعوا تاني خدوا الاوراق وخدوا الحاجه، وحصلت مشكله ان المفروض كانت تتسلم بالاوراق ولكن هم ولعوا فيها. كانت هتلبس كمان قضيه اختام مزوره. لكن انت عشان تقف معلش نخنوخ اتقبض عليه. ده نخنوخ بقى هو اللي ماسك الكاميرات والملاهي الليلة على مستوى الجمهورية كلها، وصديق شخصي للجدع بتاع سينا ده. لكن اطلع انا هاجم؟ طب انا هتحبس انا كمان او اتشهر بيه يا باشا؟ ما هو اللي انا حكيتهولك ده. وبعدين هقول لك حاجه، تخليص حسابات طه انت ما شفتش طه اما بيقول وقع بلسانه في البث؟ انا من ساعتها ما طلعتش عنده، اما قال ما انتوا عملتوا فيا كده فلازم اعمل فيكم كده. قلنا وعدنا 1000 مرة من زمن الزمن ان ابراهيم شيكا وغيره زي مين؟ دينا مراجيح وأسس اللي اختفى وقالوا ده مات. اتكلمنا في القضية ديت وقلنا يا عالم ياهو في تجارة اعضاء في البلد. الناس اللي تحت الكباري اللي كانوا بيطلعوا بيقولوا كان حد ينزل لنا بعربية ويقعد جنبنا وما بنحسش بنفسنا غير واحنا عاملين عملية، يعنينا يا حتة متاخدة من جسمنا. قلنا الكلام ده
موافقة 100,000 مرة، وقلنا كمان الكلام اللي قالته مروة كانت جايباه بالورق، وقلنا كمان علاقة وفاء عامر بأي حد بيعمل عملية وبعدها بيموت. قلنا وعدنا وزدنا 1000 مرة. لو جبتوا الفيديوهات بتاعتنا من الأول خالص ومن البداية خالص، احنا كنا بنتكلم على قضية مين؟ على قضية تجارة الأعضاء، على وفاء عامر وعلاقتها ايه بليلى الشبح، علاقتها ايه بنخنوخ، علاقتها ايه برجالة نخنوخ، علاقتها ايه عشان تجيب سيرتها مروة وطلع لها ورق، علاقتها ايه كمان بعمر المحبة، وكان بيروح لهم البيت وكان بيتسافر له وكان بتروح وبتيجي معاه. مين عمر المحبة ده؟ عمر المحبة اللي جبنا عنه كل حاجة وطلعنا عليه ورق وطلعنا اسرار كتير قوي بتجارة الاعضاء، وفي الاخر قالوا لا دي حرام، دي بريئة، دي مظلومة. اهو الحق بيرجع لاصحابه. هنرجع تاني 100,000 مرة ونجيب سيرة تجارة الاعضاء ونخنوخ. مين نخنوخ ده؟ مين ده؟ بلطجي البلد. نخنوخ ده البلطجي اللي اي حد عايز يبلطج على اي حد او اي حد عايز يحبس اي حد. مين اللي راح قبض على مروة واتكلمنا 1000 مرة؟ قلنا ان في رجالة راحت مسكت مروة وحبستها وجرجرتها ووديتها النيابة بدون اذن نيابة نفسه. اتكلمنا 1000 مرة وعدنا وزدنا، وكان زورنا ده بيتنبح ونطلع نزعق في تجارة الاعضاء ونجيب في ورق ونعيد ونزيد وبرضك مفيش فايدة. وفاء عامر اللي قلنا ايه ده؟ ازاي فنانة يبقى ليها علاقة بلاعب كورة؟ طب هو ده كان محتاج وانتي ساعدتيه خلاص في الديرة. ازاي فنانة بتعمل تبرعات بالملايين دي كلها؟ ازاي ان هو كان بيعمل 1000 عملية؟ ابراهيم شيكا ده احنا اتكلمنا عليه كتير جدا. انا 4 قنوات اتشالت بسبب تجارة الاعضاء والكلام في تجارة الاعضاء، وكمان ان احنا جبنا سيرة ابراهيم شيكا واهل ابراهيم شيكا وحق ابراهيم شيكا. ومين كمان؟ هبة تركي مراته اللي كنا بنتكلم ونقول مرة واحدة كان بيجي لها فلوس وكان بيتكلم ناس من بره. مين الناس دي وليها علاقة ايه بوفاء عامر؟ اتكلمنا وقلنا وعدنا، والناس كانت بتكدمنا وكنا بنتهاجم من ناس كتير قوي وكان بتقفل لنا قنوات، والحمد لله الحق بدأ يرجع لاصحابه حتى لو بعد كام سنة. الحمد لله ان مروة طلعت فعلا كلامها صادق، كلامها حقيقة. وشفنا طبعا وفاء عامر وهي بتسلم عليه وبتبوسه وبتاخده بالاحضان، ولا اللي كأن ما بينهم شغل. فين جوزها اللي كان بيقول اي حد هيتكلم عليها هنرفع عليه قضية؟ فين اختها اللي جوز اختها اتكلم وفضحهم وقال فعلا الناس دي وراها ناس تقيلة قوي ومحدش يقدر عليهم؟ فين كل ده بدأ يظهر ويبان بعد القبض على نخنوخ. اتكلمنا طبعا وقلنا على سعد الصغير وشمس مراته وبنته والتخلص من البنت والكلام ده كله، طلعنا واتكلمنا عليه وهي قالت ان هو بعت لها بلطجية وبردك من رجالة نخنوخ. مين نخنوخ دوت؟ علشان يخش ويطلع ويقول معايا عفو رئاسي في جيبي ممضي من مين؟ من حد تقيل قوي. بلاش نجيب سيرة حد، وطبعا كلنا فاهمين وعارفين كويس قوي ليه نخنوخ بيطلع منها زي الشعرة من العجينة، مع ان الكل بلغ عليه، حتى رجالته بلغت عليه صوت وصورة بالفيديوهات. عربية ايه المصفحة علشان تبقى مع واحد زي ده؟ بلطجي مش اكتر. بلطجي بنشوفه بس في المظاهرات ونشوف رجالته ورايحين جايين. حد عايز يبلطج على حد، يمسك حد، يهدد حد، يتخلص من حد، اي حد عرفان من اي حد، حبيبي يا نخنوخ تعالى. وطبعا بوستين من هنا ومن هنا واتصور معاه زي سعد وزي غيره وزي وفاء وزي غيرها وغيرها. الناس دي علاقتها ايه بنخنوخ؟ هو مش رجل اعمال ولا حاجه، لا ده اسمه بلطجي البلد، ما اسمهوش حاجه غير كده. بلطجي البلد الكل بيصاحبه علشان المصلحه مش اكتر. الحمد لله حق مروه اللي مش بس وفاء عامر ان كلمت نخنوخ، لا ده كمان جمال مبارك لما مروه طلعت وقالت انا بنت مبارك ومعايا كمان مستندات وورق وتحليلات بتقول كده ان انا بنت مبارك. طبعا اتفقوا كلهم على البنت امسكها بسرعه. بالفعل وهي عامله بس مباشر كانت رجالته ماسكاها. مستنياكم في التعليقات تقولوا لي رايكم ايه على نخنوخ.